كولر بيرفض الراحة وتربص الإعلام الرياضي في مصر بالنادي الأهلي، وآخرهم امبارح في موضوع قفشة، مع إنه مفيش موضوع من الأساس. والحكم ياسر عبد الرؤوف بينصف النادي الأهلي من داخل قناة نادي الزمالك. والنهاردة قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص ثلاثي الفريق الهارب واللي سهر لغاية الصبح وأوسيريو، سواء بالبقاء أو الرحيل. وآخر تطورات صفقة جوستافو سوزا مع النادي الأهلي، ومفاجأة في قرار كولر. قبل ما ندخل على التفاصيل أتمنى الاشتراك في القناة واللايك للفيديو. معكم محمود حسان وبرنامج مربط الكورة، ويلا بينا على التفاصيل. زي حضراتكم يا رب تكونوا بألف خير. كولر امبارح بعد مباراة الأهلي و المقاولون العرب اللي الأهلي استطاع انه يفوز 2-1 مع استمرار الأداء الهزيل اللي بقاله فترة، لكن كويس ان احنا طلعنا بالثلاث نقاط. يعني رفض انه يكون في راحة للفريق. بسبب ايه؟ بسبب الاستعداد لمباراة سيراميكا. احنا عارفين ان مباراة سيراميكا كليوباترا مباراة قوية ومباراة بعد 3 أيام، فصعب انه كولر يدي راحة للعيبة، وانا شايف انه ده قرار جيد جدا من كولر. دايما بحس على مدار التاريخ انه في تربص من الاعلام الرياضي بالنادي الاهلي. يعني دايما الاعلام الرياضي بيحاول يخلق مشاكل وازمات للنادي الاهلي هي ملهاش وجود في ارض الواقع. اخرها امبارح في موضوع قفشة. كلنا شفنا قفشة هو طالع في تغييره، الكاميرا جابت عليه انه هو في حركة في الشفة عنده كأنه بيتكلم بيقول شيء. الاعلام الرياضي يسكت؟ لا، ما يسكتش. يقول لك قفشة شتم، قفشة قال، قفشة عاد. لازم يكون في قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي، ولازم وكلام كتير. يعني بصراحة حسسوني ان قفشة ده عمل مصيبة، يعني مع انه قفشة هو وطالع سلم عادي على كولر وسلم على دكة النادي الأهلي عادي خالص، وقعد مكانه الراجل، لا شوح بديه ولا رمى حاجة ولا شد حاجة زي ما نشوف احنا اللعيبة لما تتغير بتعترض بالطرق دي ولا أي شيء. فليه المحاولات دايما في انه يصدر أزمات للنادي الأهلي؟ والله النادي الأهلي ده نادي مصري يا اخوانا، مش نادي يعني مش عاوزين نتكلم. الحكم ياسر عبد الرؤوف من الشخصيات اللي تحترمها جدا، دايما موقفه ثابت. هو انا هقول الحقيقي ومليش دخل انا قاعد فين ولا هتقول اتكلم على مين. امبارح كابتن ياسر عبد الرؤوف كان موجود في قناة نادي الزمالك. مقدم البرنامج حاول يورط ياسر عبد الرؤوف في قرار معين بخصوص ضربة الجزاء اللي اعترض عليها لعيبة المقاولون في نهاية المباراة، كرة ديانج، وعرض له قدامه على الشاشة كادر معين عشان يعني بناء عليه يقول رأيه. ولكن كابتن ياسر عبد الرؤوف يبين لك انه لما يكون الواحد حريص انه يقول الحقيقي، طلب اكتر من كادر واكتر من زاوية تصوير، وفي النهاية قال انه قرار ابراهيم نور الدين بعدم احتساب ضربة جزاء قرار صحيح 100%. فبصراحة تحية وتقدير لكابتن ياسر عبد الرؤوف، مش عشان قال انه مفيش ضربة جزاء على النادي الاهلي، لا، عشان حرصه انه يقول الحقيقي وملوش دخل هو بيتكلم على مين او فين. يعني هو بينفي انه في ضربة جزاء على النادي الاهلي وهو في قناة نادي الزمالك. بخصوص نادي الزمالك، يوم الاربعاء او الخميس الماضي بعد ما حصل موضوع 3 لاعبين اللي طلعوا من المعسكر وسهروا لغايه الصبح في مباراه نادي الزمالك مع زد، اللي هم احمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس المرمى، طلع المتحدث الاعلامي مع لنادي الزمالك مع سيف زاهر، واكد انه قرار نادي الزمالك هيكون يوم الاحد القادم اللي هو النهارده بخصوص هذا الثلاثي، سواء تجميد لنهايه الموسم بتوقيع غرامه ماليه كبيره، بايقاف فتره مؤقته، ما نعرفش.
وبرضه أكد إنه هيكون قرار مجلس إدارة بخصوص كولر وجهازه الفني سواء بالاستمرار أو الإقالة. النهاردة الأحد هنشوف إنه في قرار فعلا من مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص الثلاثي وأسوري وجهازه، ولا الموضوع هيعدي زي المعروف في نادي الزمالك. لكن أعتقد إنه الإدارة دي إدارة مختلفة عن اللي كانت موجودة قبل كده. موضوع المهاجم النادي الأهلي دايما صداع في موضوع مهاجم النادي الأهلي، حتى لما جبنا مودست والكل افتكر إنه خلاص الموضوع انتهى، لا ده بالعكس زودنا صداع أكتر. كان في اجتماع للجنة التخطيط في النادي الأهلي مع كولر، وده كان بعد مباراة سان داونز والخروج من الدوري الأفريقي. لجنة التخطيط أبلغت كولر إنه في قرار من مجلس الإدارة بفسخ التعاقد مع مودست في يناير. رأيك إيه؟ قال أنا ما عنديش مانع، افسخوا العقد. ورطنا فيه الباشي وبعد كده بيقول لك افسخوا العقد عادي ومشوه، لكن المهاجم الأجنبي أنا عاوزه في يناير، يعني ما تقوليش أنا هجيبه لك في نهاية الموسم. طيب إيه المتاح قدام النادي الأهلي؟ لجنة التخطيط عرضت على كولر جوستافو سوزا لاعب تشونبوك الكوري. اللاعب ده اللي الأهلي حاول يتعاقد معاه في بداية الموسم، لكن تمسك إدارة النادي ورئيس النادي بيه فالأهلي فشل في التعاقد معاه. المفاجأة هنا، والأول كان يعني تفاوض مع سوزا بناء على رأي كولر، لكن المرة دي كولر رفض سوزا. شكله كده يعني خد الدرس، اتعلم الدرس من مودست، فمش عاوز مهاجمين كبار في السن أو كده. قال لك لا أنا مش عاوز جوستافو سوزا، مع إنه كان النادي الأهلي بيميل لجوستافو سوزا إلا إنه عقده هينتهي الشهر القادم وهيجي فري. كولر رفضه، فكده الأهلي في مشكلة وإنه لازم يبحث عن مهاجم آخر. بعض أعضاء مجلس إدارة في النادي الأهلي ولجنة التخطيط عاوزين نروح على مابلولو لاعب الاتحاد، خصوصا إنه هو متألق من الموسم الماضي. كابتن الخطيب عاوز يروح على أوفا اللي هو مهاجم نادي إنبي، لكن كولر طالب مهاجم أجنبي مش عاوز مهاجم مصري. إيه القصة هتبقى؟ شكله كده موضوع المهاجم هيكون صداع كبير للنادي الأهلي إلى أن يأذن ربنا والأهلي ربنا يكرمه بمهاجم صغير هداف قوي عشان نقفل الموضوع ده لمدة 5-6 سنين لقدام. يعني في نهاية الفيديو أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، وأشوفكم بألف خير إن شاء الله في فيديو تاني بإذن الله. سلام.